اليوم قصة من نوع غريب وعجيب، وهاد المرة ماشي ديال البنات، ديال واحد السيد. أنا عندي 28 عام، بابا ميت خلاني مع ماما. الحمد لله ميسوري الحال. الوالدة ديالي في السلك الثاني. أنا كملت لا ميديسين ديالي في واحد الدولة ما بغيتش نقولها، خفت لا شي حد يرابط الأحداث ويعرفني شكون. تعرفت على واحد السيدة عن طريق التواصل الاجتماعي، جينا خطبناها، درنا اللازم، بقينا على علاقة لغاية ما ننزل أنا في الأجازة الصيفية باش نتكاتب معها. السيدة مني بدينا وهي خاصني ندير بروجي، خاصني ندير بروجي، خاصني ندير بروجي. ما كاينش مشكل، قلت موت ولادي ما غاديش نخليها تخدم عند الناس وخاصها تبقى بكرامتها. صيفطت ليها 60 مليون دار البروجي ديالها. الاتصالات قلت، قلت يمكن مع الانشغالات في المشروع. الام ديالي ولات كتمشي للمحل كتلقى واحد السيد كله وشام. مني سولنا هذاك شكون، وهي تقول لنا ولد خالتي يلاه خارج من الحبس، ظروفه صعيبه ما بغيتش نتخلى عليه، وانا ربي سهل عليا معاك، انا عزيز عليا نساعد الناس. واخا قربت العطله اتفقت معاه على التاريخ اللي غادي ننزل فيه باش نكون الامور ديالنا كلها مضبوطه، باش ما نكونش محتاج بوقت محدد. حجزت الصاله ديال العرس، حجزت بزاف د الحوايج، الام ديالي تكلفت بزاف د الحوايج لاني عندي اجازه فيها غير 15 يوم. السيده ما بقاش كتجاوب في التليفون، غريب. مشات الام ديالي للمحل، لقات نفس السيد، قال لها انا لا بقيتي تصدعيني، خليني مقابل شغلي. قالت له يا وليدي اسمح لي. كيف ماما عيطت لي قالت لي هاد المكالمه بهذا الحرف، خديت الطياره وجيت. مشيت انا وماما، لقيتها كتسناني في لاغوبور. مشيت انا والام تاعتي لعند الاب ديالها ديريكت، باقي بشوانطي، خليتهم في السياره ومهود لها لي كادو وكاع داكشي اللي بغات مني على حساب العرس. ويقول له السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلوا. دخلت، قال لي انا والام ديالي، ويتفاجئوا الاب كيقول لك انتم غبرتوا فين كاينين على سلامتكم. قلت له لا سيدي انا ما غبرتش، راني باقي على علاقه ببنتك، وانت راني درت الحجز ديال القاعه ودرت كل شيء. ويقولوا كيفاش بنتي تزوجات وحامله، كيفاش درتي الحجز ديال القاعه وبنتي في دار راجلها؟ الام سخفت، عيطوا لها الاسعاف. انا لحد الساعه ما عرفتش علاش دارت هكاك. وانا ماشي ضد الدراري اللي واشمين او اللي مضروبين او اللي مروا ظروف صعبه، كنت تخليني انا مادسه على قبل هذاك السيد يمكن كتبغيه، ولكن حنا ما قدرنا نديروا لها والو. كنمشي بنفسي للمحل كنقول لها محتاج المبلغ اللي عطيتك باش درتي بيه. كتقول له اللي في جهدك جريه. انا عندي الوراق بس صيفط لها، وعندي المحادثات بس صيفط لها، وسالت ذوي الاختصاص انني نقدر نرجع المبلغ عن طريق المحكمه، مي انا باقي مبلوكي، ما قدرت ندير حتى شي حاجه. عافاكم قولوا لي شنو ندير. خويا سامحني الا كنت كندوي بالطريقه، هذا ماشي استهتار او استهزاء مني، ولكن انا ما قادراش نتنفس الا حتى الاكسجين راه هو ورايا. غادي دير الاجراء ديالك القانوني، غادي توكل محامي. انا بالنسبه ليا اتوكل محامي وغدير الاجراء ديالك القانوني، لانها لا تستحق انها تعيش في خيرك. انا ما عرفتش علاش بعض النساء اونتر برونتيز كتلقاو ولاد الناس عازينكم مكرمينكم دايرينكم في مرتبه نبيله، خايفين فيكم الله، نزوكم من المستنقع او الظروف السيئه اللي كنتي كتعيشي فيها، يكون جزاته الغدر بحال هكا. الام اللي نعسات في المستشفى الخاص 10 ايام من الصدمه، الاب اللي ولا كيقول لا انا بريء منها، هذه ماشي بنتي. هذاك اللي خديتي واش عرفتي بان نهار يتحسن وضعه غادي يدير لك كيف ما درتي لداك السيد، وغيدخل عليك مرا وغيلوحك انتي الزرقاء، انتي وداكشي في كرشك،
واش ما كتامنوش بان الا درتي الخير كتلقيه ولا درتي الشر كتلقيه؟ واش ما كتامنوش بان الله عز وجل منتقم جبار في كل من اساء او ضر او تكلم او خدع او دار اي حاجه خايبه لاي شخص اخو المسلم؟ واش عارفين بان الله كيقول لك اللي بينك وبينك كنسامح فيه واللي بينك وبين العمد منك ليه؟ واش عارفين؟ انا بسطتها بهذا المعنى باش تحاولوا تدخلوها نتوما يا عديم الضمير، نتوما اللي ما عندكمش، ما يمكنش ما عندكمش عقل، لانك انت خططتي وقديتي امورك، يعني انت عاقله وعارفه اش كديري، حريميه كيف كنقولوا. اش دار لك داك السيد؟ هو ما كملش قرايته، هو ولا قابل الام ديالو حيت مريضه، ها هو فوق هذا كله باقي لحد الساعه ما مشاش خدا معك اجراء قانوني. الندالة ولا الدرجات ولا المستويات، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهاد الجمعة ما يمكنش الحقارة، وليتو تستلدوا في الخيانة وفي الغدر، وليتو بارعين في إتقان الأدوار. علاش انا من نهار حليت هاد التيك توك كيجينو رسائل، كيجيوني قصص ما كنفهمش كيفاش بنادم يوصل لهاد الشر، كيفاش بنادم كيقدر يأذي بهاد الطريقه، يخرج على الناس بهاد الطريقه. هو ما هموش الكوتي ماتيريال وما هموش الفلوس. انا خويا اللي كنقول لك من هاد المنبر، دير الاجراء ديالك القانوني. عرفتي الكلمات اللي بقى كيقول لي بانني لحد الساعه ما قادرش نكرهها، لحد الساعه ما قادرش ناديها، لانك اخويا انت مأصل، امك وباك الله يرحمه ربوك تربيه حسنه، لانك انت راجل مزيان. طحتي في حاجه خايبه، وهذه ماشي نهايه العالم، وما تهرسكش، بالعكس خذ الوقت ديالك للاستجماع قواك وبدا حياه جديده، كون اسره مع بنت الناس، ولكن هذه المره ما تبقاش تعامل بالفلوس، لان حنا ولينا مصاصين دماء، كنعاملوا على اللي عنده الفلوس وكنستغلوا بابشع صوره، وما كنهموناش المشاعر ولا اللي غادي يجرى لهم من ورانا. عافاك خذ الاجراء ديالك القانوني، على الاقل ما يبقاوش ليها الفلوس وما يبقاش ليها البروجي، صافي خدامه ترجع لك رزقها باش بدات راس المال، ما بغيتيش تقلعوا لها ترجع لك راس المال. وانتي اختي كوني على يقين، هذاك اللي دخلتيه في بلاصه السيد المحترم غادي يجيب وحده وغادي يخرج لك الزنقه. خديها من عندي، هذه سنين لك عليها، وغتصرفي العذاب اللي درتي لمو والحلقه المظلمه اللي دخلتيه فيها نفسيا غادي تصرفي عليها وانتي في الدنيا قبل من الاخره، غادي تشربي نفس الكاس اللي شربتي ولد الناس.